ان النهارده كان في مجموعه بلطجيه ولعوا النار في محطه سكه حديد كوم حماده، الكلام ده في محافظه البحيره، بعد ما كسروا المحطه، وكان يعني تدخلت الشرطه ومنعتهم من اغتصاب فتاه، او ده السبب. يعني برضو انا عايزه اتاكد من الحكايه دي، ان هم الشرطه تدخلت، هم كانوا بيحاولوا يغتصبوا فتاه، فالشرطه تدخلت، فبالتالي البلطجيه قاموا باحراق المحطه وتكسيرها. بس خلوني اخد التفاصيل وحقيقه الموقف من سياده اللواء مبروك هندي محافظ البحيره. مساء الخير يا سياده المحافظ. سياده المحافظ مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني سياده المحافظ قول لنا اللي حصل بالظبط ايه؟ النهارده صباح اليوم كانت احد الفتيات من اهالي ايوه يا فندم لمحطه السكه الحديد في اتجاه عملها في مدينه 6 اكتوبر، تركب القطر للتوجه اللي عملها في مدينه 6 اكتوبر. يبدو ان تتبعها 4 اشخاص من خارج المحطه، وقبل دخول المحطه مباشره حاولوا الاحتكاك بها، فالفتاه دي لم تمتثل. ايوه يا فندم. الفتاه لم تمتثل لهم. اما دخلت المحطه بدا الاحتكاك بتاعهم والتحرش ياخد طابع القوه. استغاثت بالناس، فكان في 2 امناء بحث من شرطه النقل والمواصلات استطاعوا ان هم ينتزعوا الفتاه من الاولاد دول ودخلوها بسرعه الى غرفه معاون المحطه. اثناء تواجدهم في غرفه معاون المحطه فوجئوا بال4 اشخاص دول بيقتحموا الغرفه وبيحاولوا، وواحد منهم استطاع ان ياخذ البنت دي ويضع سكينه في رقبتها في محاوله الخروج بها الى خارج الغرفه، بالتعاون مع 3 زمايله اللي حاولوا انهم يتعدوا على ال2 فرد البحث اللي موجودين، اللي هم اصلا كانوا خدوا البنت دي منهم. وبالفعل واحد منهم كان وبرضه استخدم سلاح ابيض في مواجهه واحد من احد فردي البحث. ايوه يا فندم. اضطر الثاني انه يطلق عيره ناريه ازاء هذا الموقف، 4 اعيره ناريه. واحده من الاعيره الناريه دي اصاب واحد من ال4 اللي كانوا موجودين البلطجيه دول، اصابوا في مقتل وتوفى فوق ال3 الباقيين. على اثر ذلك جمع مجموعه من اقارب وانصار الناس ديت وحاولوا واشعلوا النار في اوضه غرفه المعاون وحاولوا احداث شغب، لكن الشرطه انتقلت وبمعاونه نهائي الشرفاء منكم حماده الحقيقه امكن السيطره على الموقف، سواء في المحطه او في بعض التجمعات الاخرى برضه من نفس العناصر اللي حاولت انها تروح لمركز الشرطه واحداث مزيد من الشغب. طبعا لم يتمكنوا بالنسبه للشرطه، هم تمكنوا بس في البدايه بان يحرقوا مكتب المعاون. ال4 الاساسيين اللي هم اصلا سبب الموضوع طبعا ترتب على التحرش بالقوه مع الفتاه. اصابتها بجرحين في الصدر. البنت ال4 اللي كانوا موجودين 2 منهم مسجلين فرض سيطره والباقيين لهم معلومات جنائيه. امكن للشرطه تحديد ال3 الهاربين بالاضافه الى 11 ممن شاركوا في عمليه الشغب. اتقبض عليهم ولا لسه يا سياده اللواء؟ تعرفوا تحددوا ال3 افراد اللي هم كانوا 4 اللي اساس الواقعه. واحد توفى وال3 التانيين اتحددوا بالاضافه ل11 اخرين اللي هم اثاروا الشغب واضرموا النار في غرفه المعاون في محطه السكه يعني الحديد. اتحدد شخصيات ال3 بلطجيه التانيين ومسجلين خطر، يعني احنا في انتظار القبض عليهم. غير ضبطهم، والنيابه تولت التحقيق حاليا. بشكرك سياده المحافظ اللواء مبروك هندي محافظ البحيره، بنشكر حضرتك.